صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ خلينا كده بقى النهارده هنتكلم شويه عن ماتش الزمالك وفيوتشر امبارح. كان في كلام كتير جدا امبارح عايز اتكلم فيه، بس حبيت ان انا ما اتكلمش عن كل حاجه، وخلينا نتكلم عن الماتش. خلينا نتكلم عن جوميز تحديدا. مش هتكلم عن كل حاجه في الماتش، بس لازم اتكلم طبعا على رقم واحد الجمهور اللي فعلا فارق، والدخله والتيفو اللي كان معمول جامد قوي قوي قوي. كمان هنتكلم زي ما قلت لكم على جوميز، وهنتكلم شويه عن الماتش. هنتكلم عن عك جوميز في الاول وفي الشوط التاني لما عدى. خلينا نتكلم ان الزمالك بدأ الاول. خلينا اقول الاول ان الزمالك هيلاعب في نص النهائي كده دريمز الغاني، وهنتكلم هنلعب حرفيا في ملعب كده زي علبة السجاير، حاجة كده صغنططة كده. يعني لا اجرك الله. المشكلة بقى كمان انت هتبدأ عندك، فانت عايز تكسب بسكور هنا، وده طبيعي علشان ايه تلعب هناك مستريح. تاني حاجة، كده النهائي هيبقى زي النهائي بتاع السنة اللي هي بتاع 2019. هتلعب هناك الاول وتيجي تنهي هنا، فربنا يكرم وان شاء الله كده هانت، وان شاء الله هتبقى التانية في الكونفدرالية بأمر الله. خلينا بقى نبدأ كده نقول الزمالك بدأ ازاي وجوميز لعب ازاي، ونتكلم بشكل استفاضي. أول حاجة الزمالك لعب بخطته العادية 4-2-3-1، اللي هي 4 في خط الدفاع. من السرد باكات عندك المسلوسي وحسام، يمين وشمال عمر وفتوح. الفكرة هنا بقى ان هو ثبت التلاتة بتوع نص الملعب أخيرا، وأتمنى ان هو يبدأ يثبت الاتنين اللي هما 6 و8، ويغير في 10 شويه. هو اللي هيلعب بيه شويه بناصر وشويه باحمد حمدي، عشان احمد حمدي برضو الريتم بتاعه واقع. ده انا بتكلم في الدوري. وكمان عبد الله، يعني انا مش بتكلم ان عبد الله هتركنه دكه، بس انا بتكلم ان دول الثلاثه اللي لازم تكمل بيهم، او الاثنين دول اساسي، على اساس دول اللي هيكملوا معاك في افريقيا، لان الاثنين ان عبد الله وناصر مش معاك. فبنتكلم كده في ايه؟ ان انت عندك محمد شحاته دونجا، وبتلعب قدامهم باحمد حمدي. طبعا النجم الماتش امبارح لازم اديله حقه، الراجل عمل كل حاجه في الكوره وبيلعب بسالم ممتنع، تحس ان الكوره معاه سهله. تلعب قدام يمين وشمال زيزو وشلبي، وقدامهم الجزيري. خليني اقول لك ان انت عندك الثلاث فرد اللي قدام امبارح مش احسن حاجه، أقل يعني اقلهم وحشه زيزو. الاتنين التانيين مش موجودين حرفيا. زياده على كده الجزيري امبارح كميه ميس باص مش احسن حاجه. برضو خليني اقول لك ان امبارح يمكن من الليله العك اللي انا قلتها دي كلها، هم 4 اللي كانوا فايقين شويه. عمر جابر برضو عندي مشكله عليه هقولها، يعني اللي هو فكره لما عمر جابر دفاعيا حلو وفي النص كويس وبيطلع بالكوره كويس، بس عندي مشكله بقى ان انت لما بتيجي تفنش بحسك بتهنج، بحس في رعشه كده، في حاجه في الكوندنسر، ضربه مش عارف، يعني عندك الزوايا مش مظبوطه، في حاجه غلط انا عايز افهمها. فدي انا عايز يعني ليه بتعمل معايا انا كده؟ ليه بتحسسني بالقهره لما بتوصل لحد هناك؟ يا اما الكوره انت وحازم امام، يعني من ايام ما كان بيلعب حازم امام الصغير، انت لازم الكوره يا اما تخبط في توتة اللعيب، يا اما ما بتعديش الرفعه، ما بتعديش والله ال 18. فدي غريبه عندك، انا مش فاهمها. بس عامه هو كان من احسن، هو طبعا والمسلوسي واحمد حمدي وعليهم محمد شحاته. باقي الفرقه واقعه. ليه هقول لك واقعه؟ دونجا عنده مشكله امبارح، ان هو بيزود فيها زياده عن اللزوم، عمال يزود في الكوره. بص يا عم السهله، في كور لو هو لف وحطها لقدام على طول هنروح بانفرادات. هنا بقى العك بتاع جوميز في ايه؟ فكره ان جوميز ماسك الاستحواذ. انا دايما بخاف ان الزمالك يمسك استحواذ ويروح كتير ويضيع. عيب جوميز برضو ان هو مصمم على الجزيري، وانا شايف ان الجزيري في اسوأ حالاته وما بيفنش. الكنترول بتاع الجزيري وحش جدا 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 على الكوره، سواء في الكوره اللي جات له او سواء حتى في الباص، في التسليم والاستلام. الكوره اللي بيستلمها يا بيعليها قوي على الارض، يا اما بيروح مستلم وتحس ان الكوره بتبعد وبيجري هو وراها عشان يلحق ياخدها. الجزيري لسه مش فايق، الجزيري مش موجود، مش بيدور. تاني غلطه او اللي انا شايفه ان هو عملها عامه، ان انت ما حاولتش تلعب بخط ضيق او تضيق الخطوط قوي، كنت فاتح قوي، فكان نص الملعب بيعاني شويه في الاول في فكره ان هو يبدا يرتد منهم الكره وياخدها ويبدا يلعب. دي كانت بالنسبه لي شايفها واضحه جدا. تالت حاجه، زي ما قلت طبعا الخط اللي قدام كان لازم يتبدل من الاول. انا عايز اقول لك الثلاثه بما فيهم زيزو، بس زيزو زي ما بقول لك اقلهم على الاقل كان بيجري وكان بيعمل سبرنتات وكان بيرجع، لكن الاثنين التانيين مش موجودين نهائي. كميه مس باص كبيره جدا، فينش وحش جدا، كنترول وحش جدا، فكان الموضوع صعب جدا. دول كانوا الثلاث حاجات بالنسبه لي اللي جوزيه جوميز ما قراهمش. كمان بالنسبه لي ما شفتش خطه، او ما شفتش كوره واضحه وصريحه الزمالك بيلعبها. الزمالك ما لعبش غير هي كوره واحده من العمق اللي هي بتاعت احمد حمدي، وهي دي اللي رحنا بيها.
الزمالك من اول الماتش ماسك الاطراف ودب دب 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 دب. ومعلش الراجل اللي هو الشمال بتاعهم، اللي هو الباك الشمال بتاعهم ده، ولا اللي هو في الشمال بتاعهم، انا مش فاكر اسمه والله، اللي هو الاسمراني ده، كان قافل على زيزو خالص. زيزو ما كانش متحرك معاه. والناحيه التانيه مصطفى شلبي بيروح ويرفع. والغريب قوي ان فتوح وما هو هما الاثنين بيرفعوا، مفيش غير الجزيري جوه. فدي انا ما فهمتهاش. مفيش جمله بتتلعب اشوف فيها مثلا 1 2 بروح وبرفع بلاقي فعلا اتنين جوه، مثلا احمد حمدي بيزيد لي. ما شفتش الكلام ده. فانا بشوفها ده كلها انها اجتهادات لعيبه. مش معنى كده بقول ان الراجل ده وحش، مش معنى كده بقول ان الراجل ده يمشي، عشان في كلام كتير قوي امبارح ان الراجل يمشي وان الراجل مش عارف ايه. لا، انا ما بتكلمش على الراجل في اي حاجه، انا بتكلم ان دي لازم حاجات بتتعدل. انت عندك مطوشه صعبه، وعندك الاتحاد فرقه مش وحشه، وعندك جاي بعدها الاهلي، وبعديها هتطلع على دريمز او البيراميدز، وبعد كده دريمز. فالموضوع فيه مطوشه تقيله، لازم تكسب. ومطوشه الدوري لازم تكسب عشان هيحدد لك مركزك في الدوري. هتبدا تفوق بقى شويه، اللي هو انا فين وهلعب يعني هبقى في افريقيا ولا في الكونفدراليه ولا حالتي ايه. لان انت المفروض لعب 11 ماتش، انت ما بتكسبش 4 ماتشات. فالموضوع بعيد قوي بعيد قوي. فلازم نبدا نقرب احنا المسافات بقى مع نفسنا. دي اول نقطه. النقطه الثانيه اللي عايز افهمها من جوميز، بالنسبه لي اللعيبه اللي انت بتجيبها الناس استقطبتها يعني عامه عندك، واللعيبه اللي جات لك جديده، منهم مواب ياسر، منهم محمد عاطف، منهم ترافيس موتيابا. دول الثلاثه اللي هتكلم عليهم تحديدا ما بيلعبوش. فانت جايبه ان هو امبارح عشان اتزنقت امبارح ان مصطفى شلبي وحش، ما عندكش هافات بره، فبدات تلعب بمواب ياسر. ما هي دي بقى، هي دي بقى النقطه. يعني انت امبارح لو كان شيكابالا موجود كنت هتنزله، لكن ما كنتش تنزل الراجل ده. فانت ما بتعتمدش عليهم خالص. فالمفروض انك تعتمد على الناس دي بقى شويه، لان الناس دي برضه هتفرق معاك شويه في الدوري، وهتفرق معاك كمان في افريقيا. فانت طبيعي لازم تبدا تجرب الناس دي، ولازم تلعبها، مش تجربها بس، تديها فرصتها. عشان ما يقولش انا مثلا ما لعبتش في الزمالك وما خدتش فرصتي. طب ما تلعبه. الراجل امبارح هو الكوره ربنا كرمه امبارح، ما هو بيسر الكوره اللي الراجل اولا كورته حلوه واستلامه حلو وتحركه كويس، ولسه هيجي منه. بس هي كوره سلم احمد حمدي في العمق، احمد حمدي دخل برضه ربنا كرمه وجت. فانت المفروض ما تضيعليش انا اللعيبه اللي انا جبتها. لعبها ونشوف بقى مع بعض، هل هم حلوين، هل هم وحشين، هل هم عندهم مشاكل، تبدا تظبط معاهم الدنيا. لكن ما تلعبهمش خالص كده، دي موضوع صعب شويه. نبدا بقى نتكلم هنا بقى على لعيبه الزمالك والبيس باص. الجزء اللي ورا ما فيهوش غير المسلوسي حرفيا. حرفيا هو اللي فايق، الباقي كله زي ما قلت لك عمر ممكن فايق معاه شويه ورا، بس قدام بيهنج في حاجه غلط عنده. فتوح بعيد بعيد بعيد، مش الماتش ده خالص، بعيد خالص. كميه مس باص، كميه تحركات غلط، كميه باص غلط، كميه ان الباصات اللي هي بيقطع بيها الخطوط غلط غلط مرعب. هو وشلبي كان الجنب ده متدمر، والجنب التاني فانت برضه مصمم عليهم. عندك في نص ملعب هو اللي كان شايلك، ان انت كنت بتلعب بدونجا ومحمد حمدي ومحمد شحاته. والميزه هنا ان دونجا ما كانش وحش، بس في نفس الوقت كان بيزود فيها، بس كان فايق. عندك نفس الكلام اتنين التانيين اللي كانوا معاه كانوا فايقين. فهو ده اللي كان بيعرف ينقلك، كان بياخدك من ورا ويبدا يطلع بيك لقدام، تبدا تروح بالهجمه. اعتقد ان فيوتشر ما راحتش عليك بولا كوره. هرجع بقى للنقطه الاهم اللي هي محمد عواد. محمد عواد يا جماعه، هو من ساعه انا كنت شايف كده من ايام ما كان بيلعب مع اسمه ايه، السنه اللي قبل فاتت اللي كانت مع فيريرا، كان هو فايق. من بعديها بدا يسقط منك. انا اتمنى مدرب الحراس اللي كان عند الزمالك ايام جروس ده اللي يرجع، اللي كان موقف جنش جدا على رجله هو ابو جبل. اتمنى ان انت فعلا تجيب مدرب حراس يعني قوي قوي، ان هو يقدر يوقف اللعيبه على رجليها. لان انا شايف ان في كميه اخطاء مرعبه في تمركز حتى الجون. الكره اللي جت فيه دي استحاله تيجي في اي جون عملها، حتى لو تعادل تاني وبنفس الطريقه مش هتخش في عواد بالطريقه دي. فلازم برضه عواد، انت بتاخد رقم من نادي الزمالك، فطبيعي لازم تكون انت بتعرف تطلع الكور المهمه دي. ماتش امبارح ده كان ممكن يتعرف في مينت لو هما كانوا جابوا جون كمان. فانت ليه تعرب الماتش؟ هتخش في ماتش اتقل، ممكن تلعب مع اتحاد العاصمه، وده الوارد ان شاء الله. يعني لو عندنا دريمز ده الوارد ان انت تلعبه، لان نهضه بركان شفت الماتش امبارح، نهضه بركان مش احسن حاجه. ابو سليم كان يعني عامل معاه الواجب. ف... فانت عندك اتحاد العاصمه اللي ممكن تلعبه، ملعب رخم، ملعب تقيل، فرقه رخمه، وهتلعب معاهم هناك، فهيبقى الموضوع برضو غتت. فكوره واحده هتفرق معاه، ماتش مهم، فلازم تكون انت فايق ومركز. عندك كميه اخطاء طلعت يعني يمكن النجمتين الوحيدين اللي شفتهم ان احنا طلعنا بيهم وفزنا بيهم في الماتش ده هو احمد حمدي ومحمد شحاته. طبعا المسلوسي مش عايز والله انكر الراجل ده، بس لازم نفوق، لازم نبدا ندور على هنعمل ايه الفتره اللي جايه. محتاج ايه؟ محتاج هافات، محتاج باكات، ومحتاج سيرد باك او سيرد باكين مع عوده بقى الونش وياسر حمد. محتاج فيرود،
ده اساسي، لازم فيرود. الزمالك محتاج حاجات كتير. الحمد لله خلص الماتش على خير. عندك ماتش الاتحاد وماتش الاهلي، اتمنى ان الزمالك يبدا بقى يبقى فيه جمل ويبقى فيه تخطيط، لان فيه تقصير من المدرب. ما عنديش حاجه تانية اقولها. الماتش ما كانش فيه حاجه، الزمالك كان بيستحوذ، وانا كل ما قلت لكم الزمالك بيستحوذ على الكوره قوي وبيروح وبيضيع، بخاف انه بيستقبل، لان بحس ان الاستقبال عند الزمالك هيبقى اسهل. الزمالك يا جماعه ما دخلش فيه جوان في دور المجموعات غير هو دور الجون اللي انا بالنسبه لي ما حسبتوش، بس انا هتكلم عليه. الزمالك ما دخلش فيه جون في ماتش فيوتشر، فانت اقوى خط دفاع واقوى خط هجوم، فاتمنى ان انت تحافظ على القوه اللي عندك دي، وتبدا تلعب بيها وتبدا تزود وتكسب مكاسبك في الدوري اكتر، لان ده اللي هيفرق معاك في افريقيا. شكرا، واشوفوا وشكوا على خير. كل سنه وانتم طيبين، وما تنساش ندعي لحم لمحمد مدحت يا جماعه. سلام.